الإنسان، باعتباره هو المنطلق والمنتهى في كل السياسات التي تباشرها الدول والحكومات. ويمثل الحق في الولوج للخدمات الصحية أساس كل برنامج تنموي يروم الارتقاء بالمجتمع وضمان استمراريته، كما يعد محركا محوريا للتنمية البشرية. فلسفة تعكسها مبادرات ومشاريع مؤسسة محمدية الخامس للتضامن، سبيلها في ذلك العمل على حشد الهمم والحث على تضافر جهود كافة الشركاء بتناغم تام مع الحاجيات المحلية للمواطنين، مؤمنة إيمانا راسخا بأن تجميع المعارف والمهارات يفضي لا محالة إلى بلوغ عمل اجتماعي فعال وقابل للاستدامة، مستنيرة في ذلك بالتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتندرج تدخلاتها الأولى في إطار الدعم الموجه للقطاع الطبي، خاصة عبر المساهمة في تعزيز البنيات التحتية العمومية الموجودة أو تحسين المساعدات المقدمة للمستشفيات أو منح تجهيزات متخصصة. كما تسهر المؤسسة كذلك على تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية من خلال القوافل الطبية التي تجوب المملكة، وتجسد بذلك مبادرة وطنية ترمي إلى تمكين سكان المناطق تستجيب لحاجيات الساكنة، كما تهدف المؤسسة إلى تسريع التدخلات في الحالات الطبية المستعجلة وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة، وهي بذلك تجيب على حاجيات المواطنين دون تمييز. وجلالة الملك في هذا الشهر الكريم، شهر البذل والعطاء والتضامن، يخص رعاياه الأوفياء بالرعاية الدائمة والموصولة من خلال توفير كافة ظروف العيش الكريم من تطبيب وتعليم في المستوى العالي وخدمات للقرب ذات جودة عالية للارتقاء بمستوى عيش المواطن وضمان كرامته وإشراكه الفعلي في مسلسل التنمية الذي يقوده جلالة الملك حفظه الله بعزم وإرادة قوية لبناء مغرب التضامن والتنمية والتوجه بخطى ثابتة نحو مستقبل يعمه الرفاء والرخاء والازدهار تحت القيادة الرشيدة والنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فالدار البيضاء الكبرى تعتز أيما اعتزاز بهذه الرعاية الملكية الموصولة، والتي تحمل في طياتها مشاريع تنموية تعود بالنفع العميم على ساكنة المدينة والجهة، وتشكل نموذجا للمشاريع والأوراش الكبرى التي تعرفها مختلف جهات المملكة بفضل التتبع الدائم والحرص المستمر لجلالة الملك على إنجاز هذه الأوراش وإخراجها إلى حيز الوجود وفق رؤية ملكية متبصرة تتوخى الارتقاء بعيش المواطن وتحقيق تنمية شاملة ومندمجة، رؤية ملكية للحاضر والمستقبل لكل الأجيال من أجل بناء صرح هذا الوطن والنهوض به إلى مصاف الدول المتقدمة.